في مصطلح كده أنا باقوله دايمًا، الأيام الجاية مش بتاعتك، ده مؤشر ما يخضكش، بس أنا بادّيك نصيحة يعني بكرة تفتكر قيمتها. الأيام الجاية مش بتاعتك لو أنت مش ضابط تكلفة أي منتج أو أي خدمة في الbusiness بتاعك بالضبط، لو أنت مش حاطط هامش ربح يغطي لك مصروفات أنت عمرك ما اتعودت عليها قبل كده. أنت الأيام الجاية مش بتاعتك لو أنت مش متابع مثلًا هو إيه اللي بيحصل في الاستيراد والتصدير لو أنت شغال في المجال ده. لو أنت مش متابع تغيُّر أسعار تكلفة الأصناف على طول، فعندك قسم حسابات دايمًا بيراجع لك تكلفتك، هتكتشف إنك بتبيع وأنت خسران وأنت متخيل إنك بتكسب. الأيام الجاية مش بتاعتك لو أنت مش متابع يعني إيه أصلًا platform والسوشيال ميديا وإزاي أستفيد من الAI وإزاي أشتغل بيه. الأيام الجاية مش بتاعتك لو أنت مش متابع إن أنت عايز تجدد على طول عالم أفكار الناس اللي شغالة معاك، قبل ما كتير ما تغيّر عالم الأشياء، ودي جملة أنا باقولها دايمًا. لو أنت عندك شركة، لو أنت عندك محل، عندك مطعم، عندك كافيه، عندك أي حاجة، ما تجريش ورا كلام أنا عايز أجدد، أنا عايز أغيّر، إيه المطلوب أعمله؟ دايمًا غيّر دماغ الناس اللي شغالة، دايمًا شوف إيه المصادر اللي بتغيّر وعي الناس وتخلّيهم يفهموا أكتر. العميل اللي جاي الصغير اللي عنده 20 سنة و18 سنة اللي هتكسب منه خلال ال10، 20 سنة الجايين، هو بيفكّر إزاي؟ تبُص على مصروفات الحكومة ونظرتها للاستثمار والقطاع الخاص ماشي إزاي. لو أنت مش قادر تفهم الحاجات دي، الأيام الجاية مش بتاعتك، هتواجه مشاكل كبيرة جدًا، هتواجه تحديات كبيرة جدًا. عشان كده بنقول إن نموذج الحاج محمد ساعات من أحد كوارثه إنه بيقف عند نقطة معيّنة، بيقف عند نقطة إن أنا من 20 سنة كنت باكسب كده، من 10 سنين كنت باكسب كده، فأنا هاداني أكسب إزاي؟ زي ما كنت باكسب. وده عمره ما هيحصل الأيام الجاية، إن حجم الثغرات إيه؟ كبير جدًا. فعشان كده باقول لك ركّز، الثغرات دي سريعة جدًا، فلو أنت مش حاططها في حسبانك الأيام الجاية مش بتاعتك.